انا قلت كده برضه. في مفاجاه من العيار الثقيل ان كونو في اولى تجاربها مع كاس العالم تتعادل 1-1 مع البرتغال. ومش عارف ايه القصه دي، ان كل ولادنا اختياراتهم التانية بعد منتخب مصر هي البرتغال. يعني لما ولادي بيكلموني بيقولوا ان احنا هنلعب بالليل الساعة 8، فبقول لهم يا جماعة هو في ماتش لمصر الساعة 8؟ يقولوا لي لا، البرتغال. وبرضه يعني كنت شفت الهستيري المطرقع ده بيكلم بيبعت رسالة رونالدو، كريستيانو رونالدو، بيقول له لا انت شفت ميسي جاب 3 اجوان، انت على الاقل جيب لنا جونين. اهو ولا جاب جون ولا جاب اتنين. حتى وانا بكلم احمد ابني الكبير اللي هو مغرم برضو بالمنتخب الوطني التاني بتاع البرتغال، قال لي لا ده البرتغال محاصراهم، ده ما بيهاجموش خالص. قلت له يا ابني الكونغو ده فريق شجاع جدا، وانا شايفه ان هو هيعمل حاجه مع البرتغال. هو طبعا كل سمك ونام و... وانا كملت الماتش وبعت له رساله على الواتس، قلت له شفت يا كفته ان اتعادلوا 1-1؟ فما ردش عليا لانه كان نايم. صحي من النوم اتلقى البرتغال متعادله 1-1 مع الكونغو، يعني دوله قابعه في شرق في افريقيا او غرب افريقيا او وسط افريقيا، الله اعلم بها. هنشوفها دلوقتي على اطلس ونشوف مكانها وموقعها الجغرافي على الارض في افريقيا. يعني كرة القدم اصبحت المستويات قريبة جدا 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 جدا. هو يا دوبك شوية السرعة والتيكا تاكا وخلصنا. المواهب خلاص بتنقرض في العالم، فيما عدا ابن الذين ده ميسي اللي ما زال يفعل الافاعيل وهو في عمر 38 سنة. لكن اللي ببص له انا اصلا يعني مانشستر يونايتد بشجعه، وليفربول لما كان محمد صلاح فيه، وبشجع في اسبانيا ريال مدريد. ما بحبش برشلونه مع ان كان ميسي بيلعب فيها. وبحب رونالدو، كريستيانو رونالدو، بحب رونالدينو، بحب رونالدو الكبير في البرازيل. لكن ما اعرفش ما هو سر العشق البرتغالي عند ولادنا المصريين، ان ده يعني المنتخب الوطني الثاني، او عامل زي اللغه الثانيه بالنسبه للمصريين او العرب، الانجليزيه او الفرنسيه. لا، عندهم البرتغاليه في كره القدم. يعني هارد لك الكونغو. انا طبعا منتمي لافريقيا. هارد لك الكونغو ولا عزاء لرونالدو حبيب قلبي بتاع جورجينا.